تحياتي واحترامي. كل احنا شاهدنا الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. شخص يدعي، او هو شاب يدعي انه هو من اهل النجف، اساء الى زائري الامام الحسين اللي جايين عبر آلاف الكيلومترات، زائر هندي او باكستاني على ما اظن. اساء لهم بكلام وطريقه وحركات لا اخلاقيه تخدش الحياه، ما يعني حقيقه استحي انه انا اذكرها، لان بيها اساءه لمن؟ اساءه الى زائرين الامام الحسين. يعني هاي الناس، هاي خلينا نقول الملطلطه، السلابات، الناس ولد الشوارع، دول اهلهم من عطوهم خبزه، ما علموهم تربيه، ما علموهم شلون يتعاملوا مع الناس. مو اي ناس، لك هذا زائر الامام الحسين، هذا جاي قاطع آلاف الكيلومترات على مود يريد يزور، تجي السمعه هذا الكلام وتتعامل وياه بطريقه غير صحيحه. خلينا نشوف هذا الفيديو وبعدين نرجع نحكي لنا فد اقل الدقيقه ونوصل وجهه نظرنا للقوات الامنيه. يلا سوي لي طقه فوق زين. قوات النجف. لا حول ولا قوه الا بالله. كارثه والله كارثه. هذا الصعلوك او هذا السايب جاي يأذي زوار ابا عبد الله الحسين. كافي، خلينا نقطع هذا الفيديو ونرجع لكم. نريد نرجع للقوات الامنيه. كل احنا نفتخر بقواتنا الامنيه واملنا بهم كبير انه يلاحقون مثل هكذا حالات شاذه، او هاي شاذه، هاي حالات ما تمثل اهالي النجف ولا تمثل شيعه علي بن ابي طالب عليه السلام. هذول ناس ساقطين وما مترباين، والمفروض من القوات الامنيه تجيبه وتعاقبه وتأدبه، لأن من أساء الأدب، من أمن العقاب عفوا أساء الأدب. تحياتي لكم واحترامي.